كوتش فوز منطقي وشوط لكل فريق. اولا الحمد لله على الفوز اللي ما جاش بسهوله، والحمد لله اللي ما خليناش الانصار هذو اللي جاوا بقوه يروحوا خايبين. نظن مقابله صعبه كنا ننتظروا فيها بلي تكون صعبه مع فريق قوي كما فريق مقرا اللي نظن ضيع نقطتين في ميدانه وجا هنا باش يرجع النقاط اللي راحوا له في الميدان تاعو. احنا حبينا نثمنوا النقطه اللي جبناها من تلاغما باش تعود نقطه ايجابيه بالفوز هذا الحمد لله. ما يخفالكش باللي اول مقابله امام الجمهور العنابي يكون كما يقولوا نوع من عدم الثقه للاعبين، ما زالوا ما تاقلموش كما يقولوا مع ارضيه الميدان امام جمهور غفير جدا، يعني جمهور يعني اللي يزرع كما يقولوا الرعب في اي منافس. نظن باللي ما كناش ملاح في الربع والله في 20 دقيقه الاولى، وين فريق تاع مقرا لقى بعد الثغرات وسجل كما يقولوا هدف، وين اللعب يعني بكل حريه تقريبا امامه 3 أو 4 لاعبين سجل يعني الهدف. الحاجه المليحه في الفريق انه ما تقلقناش، لعبنا يعني بكل تركيز، بقينا محافظين على اللعب تاعنا، وين يعني ما تسرعناش ولعبنا الكرات الطويله. حبينا ننوعوا اللعب رغم انه الفريق المنافس يعني لعب بان بلوك با ولعب على الكرات المرتده، لكن نظن باللي الثقه تاع اللاعبين ولي شونجمون اللي درناهم في الشوط الثاني مدوا يعني نفس ثاني للفريق. نظن دخول عاشور عبابسه يعني مدوا يعني نوع من الثقه للاعبين، وقدرنا يعني بعبيد اللي هو ايضا كان بديل يعني سجل هدف التعادل اللي اعطانا نظن باللي نوع من الثقه اخرى، واعطانا كما يقولوا نوع من الايجابيه، وكنا كما يقولوا مأمنين باللي نقدروا نفوزوا. الحمد لله وفقنا ربي وسجلنا هدف ثاني قتلنا به المباراه. اخر دقائق المباراه نظن باللي جيرينا الدقائق هذيك باش نبقاو كما يقولوا محافظين على النتيجه. كل المقابلات اللي تكون في عنابه هنا راح تكون صعبه، كل الفرق راح تجي تلعب هنا بان بلوك وتغلق المساحات وتلعب بالمرتدات. نظن باللي فريقنا كان من ناحيه يعني سير لو بلان مونطال كان يعني لاباس به، من الناحيه البدنيه كنا لاباس بنا، من الناحيه التقنيه كنا لاباس بنا. تبقى كما يقولوا الفعاليه امام المرمى اللي لازم نخدموا عليها في التدريبات، ونظن نتيجه ايجابيه تتلوها نتيجه ايجابيه مع دعم الجمهور هذا الكبير ان شاء الله يعني نقدموا نتائج احسن ان شاء الله. كوتش اليوم شفنا اتحاد مدينه عنابه فريق يعني خلال الشوط الاول فاجأنا، لا الفريق اللي شفناه في الماتش الاول ولا الفريق اللي شفناه في مباراه تلاغما كذلك. كوتش المشكل وسط الميدان والكرات الضائعه خاصه من ناحيه لاعبين الاسترجاع، كيفاش راح تعالجوا هذه المشكله الكوتش خاصه اليوم فريق مقرا مع كل احتراماتي لفريق مقرا ماهوش واحد يعني من الفرق اللي كنا حاطين الاتحاد الذي عنابه راح يفوز بنتيجه يعني، لانه اليوم فاجأنا بهذا المستوى الباهت نوعا ما خاصه في الشوط الاول وكذلك حتى نوع يعني ربع ساعه في الشوط الثاني. قلت لك يعني شوف كل فرق اللي تجي هنا راح تغلق لك اللعب وراح يولي الضغط على الفريق تاعنا، لانه الفريق تاعنا مطالب ببناء اللعب، وبناء اللعب ما يجيش يعني بسهوله، لازم يكونوا لاعبين كما يقولوا احنا سي لو بلون تاكتيك قويين كما يقولوا قويين بزاف، سي لو بلون تكنيك لاباس بهم، يعرفوا كما يقولوا كيفاش يحكموا الكره، كيفاش يدوروا بها للامام، كيفاش لي باس راح يكونوا في لي زانترفال، كيفاش يعني يكونوا قراب لبعضهم. لكن يعني حتى يعني ما كانوش كما نقولوا في المستوى، لكن احنا كطاقم فني عندنا ثقه في اللاعبين تاعنا، وبربي ان شاء الله الامور راح تتحسن يعني في المقابلات القادمه بدون شك. نظن باللي المره اللي فاتت اللاعب بعزيز يعني ما كانش في المستوى، اليوم دخل في الشوط الثاني يعني قدم يعني اداء لاباس به. عبابسه في لي دو كما نقولوا دو ماتش منين يدخل يمد يعني اداء لاباس به. امير يحيى كذلك يعني يلعب مليح، يسكاني التيران مليح، لكن يلعب بنوع يعني من البطء، ان شاء الله يعني راح يتحسن في القادم. كارم بن قويدر الناس كل تعرفوا اللاعب اللي محارب في التيران، مام في لو بلان كما نقولوا تكنيك قاعد يتحسن بقوه. ان شاء الله كما نقولوا احنا عندنا ثقه في اللاعبين تاعنا وراح نعالجوا كل الاخطاء ان شاء الله في التدريبات، ومام في لي سيونس فيديو في الاناليز وهذيك ان شاء الله الجوار كما يقولوا يشوف روحه، وان شاء الله برك يكونوا هما يعني بيان كونسونطري ويحسنوا رواحهم، والقادم ان شاء الله افضل ان شاء الله.